يلا ندمس الفول. كل سنة وانتم طيبين. الفول منقوع 12 ساعة، النقعة الممتازة من 8 ل 12. هنا الفول وحطيت عليه أقل من نص كوباية عدس أصفر، وأقل من نص كوباية رز، وبصلة وليمونة طماطماية جزراية وفصين توم كمان، وكملتهم بالمية. وحطيت شوية توابل حسب ذوق كل واحدة فينا. أنا بحط توابل فراخ، وبحط بابريكا وكركم، والتوابل اللي هي بتديني نكهة فعلا وبتفرق في الطعم. هنا بتكلم عندي غطا السوفت لاين والغطا العادي. طبعا غطا السوفت لاين مبدع، هعمله على ساعة، لكن الغطا العادي أقدر أدمس الفول برضو في حدود ساعتين. هنا بشتغل على جهاز النافيجينيو، لكن ده ما يمنعش ان اقدر اقوم بنفس النتيجة على البوتاجاز العادي. لكن هنا هستغل خاصية الاوتوماتيك، وبجيب الايه وبظبط ساعة بخانة التربو. ساعة بنشوف نتيجة الفول ممتازة ازاي. هنا مجرد ما هضغط وتيجي برمجة التربو، هنلاقي الاوديو سيرم عمل علامة اللي هي زي علامة الواي فاي بتاعة النت، يعني أصبح في كونتاكت ما بين الأوديو سيرم وما بين جهاز النافيجينيو. هنا ظبطته خلاص زي ما انتوا شايفين ساعة. وصل لخانة التربو، وطبعا مرنليش، هو متولي المهام، والعد التنازلي شغال لغاية لما خلص وقال لي 00. هطفي الأوديو سيرم واشيل الأوديو سيرم، وكمان هشيل الآنية من فوق النافيجينيو عشان حرارتها تبدأ تنزل والمؤشر يخرج من خانة السوفت عشان اللوك ده يفتح. وهقفل جهاز النافيجينيو. دي الخطوات بمنتهى الدقة اللي أنا بعملها وكل العملاء بإذن الله. هنا النتيجة طلعت ممتازة. الإضاءة بصراحة كانت ظلمة النتيجة. بالهاند بلندر بضرب كله عشان يبقى ناعم جدا زي فول المطاعم، ونشوف النتيجة. طبعا الدمس تدميس أنا مطمنة على الخضار اللي اتحط، ما تحطش فيه مواد مضرة زي ما بيحصل في المطاعم. وما شاء الله ربع كيلو فول عمل لي أحلى فول مدمس، طبق بالزبدة والطحينة يستاهل بقكم كلكم. وأهلا وسهلا بيكم في AMC. تعالوا جربوا معانا أجمل طبق في أول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين.